في أواخر الستينيات تنبأ الرسام الأمريكي أندي وارهول بظهور وسيط إعلامي يوفر للشخص العادي حلم الشهرة السريع. قال في إحدى المقابلات أنه في المستقبل سيتمكن الشخص من الوصول لشهرة عالمية خلال 15 دقيقة فقط. بعد أكثر من 50 عاما من نبوءته، ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي التي حملت على عاتقها تلك المهمة، فصار ما يكتبه المرء أو يتحدث به في شمال الكرة الأرضية يصل إلى جنوبها في لحظات. حصل ما تنبأ به أندي وارهول، وبثنا في عالم محموم وهووس بالشهرة. وفعلا أصبح لدينا عدد لا بأس به ممن اشتهروا فجأة بالصدفة. إلى هنا مش مشكلة، تحصل في أرقى العائلات. المشكلة هي آفة التعالم. إيش يعني؟ في مرة شفت واحد منزل فقرة أسئلة الجمهور، المتابعين يسألوا وهو يجيب. من باب الفضول دخلت شفت الفقرة، يسألوه في كل شيء ويجيب عن كل شيء. يعني الثقة صدمتني صراحة. مرة يكلمهم عن تجديد الخطاب الديني، مرة يتحول إلى مصلح اجتماعي، مرة محلل سياسي، وأحيانا يحدثهم عن فرص تجارية ناجحة أو عن تخصصات جامعية ممتازة. يعني لو يشد حيله شوية شات جي بي تي بالراحة. هنا المشكلة شهوة الكلام وخطيئة التعالم وتضخيم الذوات. أن تقول لا أعلم، لم أقرأ، لم يمر علي هذا الشيء، هذه الجمل تدخل في رصيدك المعرفي والخلقي ولا تنقص من قدرك. لأن النقصان الحقيقي أن تدعي شيئا لا تملكه، أن تتظاهر بالمعرفة وأنت خلو منها. النقصان الحقيقي أن تخجل من القول للشيء الذي لا تعرفه لا أعرفه، فتدخل رأسك الفارغ في كل صغيرة وكبيرة بحجة الحفاظ على الصورة النمطية التي تكونت عنك لدى الآخر. وهذه إحدى حيل النفس الركيكة لإشباع الغرور وسد النقص. المشكلة الأدهى أن المتابع قد يضع ثقته في هؤلاء، وربما يتخذ قرار يتجرع مراراته بسبب نصيحة رديئة من شخص غير مؤهل وغير مختص وغير مسؤول. الحديث في كل شيء لا يظهرك بصورة العارف العميق الموسوعي الذي ينبغي أن ينصاع له الجميع، حتى وإن بدا لك ذلك، حتى وإن ضبطت معك مرة ومرتين وثلاث. انتبه، هذا ارتفاع للسقوط المدوي. وأحيانا قد يحصل البعض منا على شهادة علمية في تخصص معين ويعتقد أن ذلك يخوله للحديث في كل شيء، وهذا أيضا وهم. وفي نموذج آخر للتعالم أكيد مر عليك من قبل، اللي أصحابه يستخدموا سلطة الغموض. أجيب لك كلام غامض ما تفهمه وتشعر أنه فوق مستواك الفكري، زي مثلا اجترار لسردية صيرورة التاريخ العقيم، تحقق المعنى الجيوسيقرائي، البعد جيو أنطولوجي، هذا الدأب القطعي، وهذه حاجات من هذا القبيل. وفي نفس الوقت أربط كلامي بنتيجة واضحة أجبرك أن تسلم لها وتعتقد بها، فتقول والله يا أخي هذا إنسان عبقري فاهم، مش فاهم كلامه ومش حاب أظهر أني مش فاهم، بس واضح أنه فاهم، فخلينا نمشي معه. الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو يسميه إرهاب الغموض، لأن فيه إكراه للمتلقي على الإذعان، وإذا انتقد المتلقي يقول ببساطة أنت مش فاهم قصدي، أنت مغفل، ثقافتك ضحلة. والحقيقة أنه لا يذعن لسلطة الغموض إلا القارئ أو المتلقي ضعيف الشخصية. أما القارئ أو الشخص الواثق فإنه يعتبر التعقيد عجز لدى الكاتب وليس ضعفا لدى القارئ. طيب يا أستاذ فداء، يعني نسكت ونخليك أنت تتكلم؟ لا تفضل، خذ مكاننا، ما شاء الله عليك فاهم وكمان مهندس. لا الله يبارك فيك، حاول تهدى. المطلوب منا ببساطة أن نكتب فيما نحسن، وأن نتحدث فيما نفقه، أو أن نصمت صمتا جميلا. الصمت جميل يا أخي، التزم بما تعرف ولا تزاحم في مكان ليس مكانك. لا تصدق أنك من البقية الباقية من العقلاء. كل رأي وفكرة وقضية لابد أن ضع بصمتك. إذا راودك هذا الشعور فاعلم أن وضعك صعب. اجلس مع نفسك، خذ نفس، وأعد النظر في الطريق الذي تسير فيه. أخيرا، العلم ليس شيئا ميسورا، العلم باب شريف تفنى فيه الأعمار، طريق طويلة بحاجة إلى مجاهدة ومصابرة. وهناك معادلة يسيرة في الصدق المعرفي. البحث عن المعرفة يساوي معرفة، والاعتراف بالجهل يساوي أيضا معرفة. الله جل جلاله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يحذرك خالقك من أن تقع في شرك التعالم وتدعي علما لا تحسن.
السلام عليكم.